وصول أضخم مكتبة في العالم وصلت بورسعيد، وهي السفينة لوجاس هوب. كنت قاعد وماسك الموبايل، لقيت السوشيال ميديا مقلوبه وكل البوستات وصول اضخم مكتبه في العالم، قناه السويس في بورسعيد. قلت لازم اكتشفها بنفسي، وهل هي فعلا اضخم مكتبه في العالم ولا ده تسويق؟ نزلت خدت العربيه وطلعت على بورسعيد. سفينة لوجاس هوب أكبر مكتبة عائمة في العالم، وبتلف العالم من سنة 1970 لحد الآن. زيارات السفينة أكتر من 40 مليون شخص من جنسيات مختلفة، وآخر مرة جت عندنا هنا في مصر كان في 2009. السفينة بتضم 400 متطوع من 60 جنسية مختلفة، دول اللي شغالين على السفينة. أول ما وصلت عند السفينة، ودي بقى كانت المفاجأة، لقيت زحمة مهولة ولا كأن سفينة تيتانيك. إيه ده؟ وقفت ساعات عشان أجيب تيكت. فين بقالنا ساعتين عشان ناخد التيكت ده. طب هل هي فعلا تستاهل الضجة والزحمة دي؟ وده السؤال اللي كنت بسأله لنفسي، ولكن هنشوف دلوقتي. حاليا احنا داخل لوجاس هوب، مكتبة لوجاس هوب، وكل الكتب موجودة، حرفيا كل الكتب موجودة، وفي جميع اللغات من الكتب. المكتبة متكونة من 50,000 كتاب، لكن الكتب كلها بكل لغات العالم ما عدا اللغة العربية. وكان موجود حاجات تانية بتتباع زي حفاظات وكابات وحاجات كده ملهاش علاقة بالمكتبة أصلا، ولكن كله بيزنس وكله بيضحك عليه. يعني انا السواقه بتاعتي لو حطيتها هنا هبيعها بفلوس. دي السواقه هم معموله بوسترات كده. موجود كتب انجليش في جميع اللغات، معظم اللغات موجود منها كتب هنا. حابب برضه اللي غاويين كتب، وفي حاجات اللي هي الديزني اللي هي بتاعت الأطفال اللي هي بتتلون والكلام ده. للأسف كل الحاجات اللي موجودة غالية جدا، كل الحاجات غالية جدا، أقل حاجة 60 جنيه. دي كتب خاصة بتفاصيل البودي، تفاصيل الجسم يعني. الجزء ده عاملينه للأطفال، اللي هو استوعاب علشان على تابلت زي كده. مرة أخرى بعد كل ما فعلت أنا بقيت هنا في المنزل. وده الجزء من السفينة واللي كان ممنوع فيه التصوير. ودي تفاصيل مكنة الديزل بتاعت السفينة، مع اني ما كنتش متوقع سفينة بالحجم ده.
وده حجم الديزل بتاع السفينة. ودي كل أعلام الدول اللي بتزورها سفينة لوجاس هوب. وبكده دي كل التفاصيل عن سفينة لوجاس هوب، المكتبة المتنقلة حول العالم. ما تنسوش السبسكرايب ولايك وشير للفيديو وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم بقية الفيديوهات الجديدة.